السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم المستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد حول إجابة على سؤال: هل الدين علم؟ الحقيقة أن الدين عقيدة وشريعة، وليس علم على الإطلاق. العلم هو ما نعيشه نحن الآن، وخصوصا في عصرنا الحاضر. العلم هو ذلك الهاتف الذي أتحدث إليكم منه. العلم هو الطيران، العلم هو الطب، العلم هو الهندسة، العلم هو معلومات الفضاء، العلم هو يعني كل المخترعات الحديثة. الأمة الإسلامية حينما تصورت أن الدين علم تخلفت حضاريا، وتخلفت زراعيا، وتخلفت صناعيا، وتخلفت في كل الضروب. صحيح ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل رب زدني علما، لكن ليس معنى هذا أنها زيادة في علم الدين، فالدين ليس بعلم. وقل رب زدني علما أي زدني حضارة، زدني علما في الرياضيات، زدني علما في العلوم الحياتية، زدني علما لكي أتقوى. أمال إزاي أصلا هتنفذ قول المولى عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ يعني تصور نفسك بدون أوروبا وبدون الأمريكا، هل ستحارب بالسيف أو بالنبال؟ تصور لو استيقظت في الصباح فوجدت أن الله سبحانه وتعالى قد قضى على كل المسيحيين واليهود وغير الدينيين. ماذا ستفعل هذه الأمة العربية؟ ستعيش وتعود إلى الجمال والحمير والبغال، لأنه أين السيارات؟ أين القطارات؟ أين الطائرات؟ أين السفن؟ إذن إحنا لا شأن لنا في هذه الحياة طالما تصورنا أننا بالدين علماء، أو أننا بالدين نستطيع أن نملك أي شيء. ده إحنا بنشتري السلاح من العدو لنحارب به العدو. لذلك تجد الحرب الإسرائيلية الأخيرة يعني وطنت وأقنعت الكثيرين أن العلم هو أساس الانتصار في المعارك. التشويش الراداري على صواريخ وطائرات العدو هذا علم. العلم هو أني أخترع قنبلة اسمها القنبلة المطرقة، تنزل تجيب الله يرحمه يعني الله يرحمه الشهيد اللي كان ماسك حزب الله اللبناني، الله يرحمه، من الدور الثامن تحت الأرض. يبقى إذن لابد ان احنا نفهم انه لما كل الناس اللي ماسكه البجر تموت او تشوه، في 30 ثانيه مات 4000 واحد، يبقى ده علم. لما نشوف ان احنا كده، يعني هذه الحرب اظهرت كم تخلفنا. هل افدنا أننا نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ هل هذه أفادتنا؟ لم تفدنا. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أين القوة التي أعددناها؟ إنها تحتاج للعلم. أين الطب لعلاج الجرحى؟ إنه العلم. أين الهندسة لتشييد المباني والدشم الخرسانية؟ إنه العلم. إذن نحن أبعد ما نكون عن ديننا
وتعاليم ديننا التي تنادينا بأن نتعلم، بأن نزداد علما، بأن نعد لهم ما استطعنا من قوة ومرات الخيل. إذا نحن أبعد ما نكون عن الدين، وأبعد ما نكون عن العلم، وأبعد ما نكون عن الحضارة، وأبعد ما نكون عن الحياة. نحن أموات غير أحياء ولا نشعر. نحن أمة من الأموات غير الأحياء ولا نشعر. يعني هذه الكهرباء هذه من أضاء لنا الليل؟ من أضاء لنا الليل يا سادة؟ أديسون. يا إخوة، المكيف، هذا المكيف من رطب لنا الجو؟ الخواجة برضو. إذن أين نحن من هذه الحياة؟ هل سنترطب مثلا بتكرار ذكرنا لكتاب الله؟ وهل الله سبحانه وتعالى يرضى بحالتنا هذه، أم يرضى أن نكون كأهل الغرب في هذا العلم وذلك التقدم وتلك الحضارة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا معناه أن ربنا بيكره أن الأرض تأخذ زخرفها وتتزين؟ لا، ده الله يريدنا. وقل اعملوا. هل الدين عمل؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أين العمل؟ أين المسلمين من العمل؟ أين المسلمين من الإعداد للقوة؟ أين المسلمين من وأعدوا لهم من العلم وقل رب زدني علما؟ يبقى إذن لا تعلمنا ولا عملنا ولا ساهمنا في أخذ الأرض زخرفها لتتزين ولا فعلنا أي شيء، ونظن أننا خير أمة أخرجت للناس. لسنا نحن، لكن أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيبعث من نسلنا من يكونوا هم المنوطين بهذا الوصف الجميل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتسارعون في الخيرات. فين تسارعون في الخيرات دي؟ محدش شافها؟ ألم يراها أحد؟ وأولئك من الصالحين. إذا من الصالحين أن تسارع في الخيرات. هل الأتوبيس والسيارة والقطار والطائرة من الخيرات ولا من السموم؟ احنا يا جماعة معلش، أنا بحاول يعني أنزل لمستوى ضعيف جدا عشان أتكلم كلام يبقى مفهوم. مش هكلمكم في الهندسة الفراغية، مش هكلمكم في الكيمياء. يعني للأسف احنا لما الدولار غلي عندنا في بلدنا ما بقيناش لاقيين نستورد الدواء. هل يا ترى هنتداوى زي ما بيقول البخاري؟ عنده باب اسمه التداوي بأبوال الإبل. هل هتتداووا بأبوال الإبل؟ هل هذا هو الدين؟ أم أن الدين هو ما اخترعه الغرب من طب وعلاج وأدوية ومناظير وآلات جراحية وأشعة؟ يبقى إذن نحن نحتاج أن نكون على علم مما تسمونه أنتم أو يسميه المتنطعون أنه علمانية وكفر. العلمانية والكفر لم تصنع إلا الخير. أما أنتم فقلتم حديث أنه ماء زمزم لما شرب له منذ 1450 عاما، أو زي ما بتقولوا أنتم 450 عاما و1000. بتقولوا كده من 1450 سنة إنه ماء زمزم لما شرب له
ولم يشفى سقيمكم الذي شرب من ماء زمزم، ولم يتقبل الله دعاءكم حينما دعوتم وشربتم من ماء زمزم. الله غاضب عليكم لكنكم لا تشعرون، للأسف لا تشعرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق. شكرا يا أخو.